بتحط على صباع جوز امير وهو نايم، وبعد ما بتخلص بتضرب الحله وبتستخبى بسرعه. وبيصحى من الصوت وهو مخضوض بس بيحسب انه كان بيحلم، فبيفتح التليفون وبيشوف حد رن عليه ولا لا. وبعد ما بينام تاني مراته بتطلع وتمسك تليفونه، وطلعت بتعمل كده عشان يفتح تليفونه وتعرف رقم السر. وبتقدر فعلا تفتح التليفون وبتدخل على المحادثه، وبتلاقي ان هو بيكلم بنته بيقول لها انت وحشتيني، وبتعرف انهم هيتقابلوا كمان ساعه. وبتتضايق جدا، وبعد ساعه بيروح يقابلها، فمراته بتركب عربيته من وراه من غير ما ياخد باله. وبعد ما بيوصل بتشوف ان جوزها بيقابل بنت تانية في المطعم وجايب لها هدايا كتير ليها، وبتتضايق جدا عشان عمره ما جاب لها شبشب. وبتتصل بيه وبتقول له انت فين، فبيكذب عليها وبيقول لها انا في الشغل. وبعد شويه بتجيب حبيبها وبتقول له زي ما طلع بيحب عليا هقول له على الحقيقه وان انا وانت مرتبطين. وبتروح له على المطعم وبيتفاجئ اول ما بيشوفها، وبيقول لها انت بتعمل لي هنا. وبتقول له جاي اتفسح انا وحبيبي. وبتقول له زي ما طلعت بتحب عليا انا برضه بحب واحد عليك. وبتصدم لما بيعرف انها بتحب واحد غيره، وبيعرفها ان دي مش حبيبته ودي صاحبته بتعمل ديكورات، وانا كنت مديها الدبدوب عشان تعمل لك مفاجاه عشان النهارده عيد ميلادك. وبتتصدم لما بتعرف ان دي مش حبيبته وهو كان بيحاول يعمل لها مفاجاه، وهي كمان اعترفت بلسانها. وبتقول له انا اسفه سامحني، بس ما رضاش يتقبل اسفها. وبيقول لها هبعت لك ورقه الطلاق في اقرب وقت.